تخيلوا ان احنا ممكن ننزل في الوزن واحنا ممكن نخس من غير دايت، يعني من غير ما نعمل نظام غذائي ونمشي عليه ويكون صارم وما ناكلش. ممكن نخس وننزل في الوزن بشكل ملحوظ من غير ما نعمل دايت. فيديو النهارده هقول لكم على 10 حاجات لو عملتوها هتنزلوا في الوزن كويس جدا. اول حاجه ان احنا نشرب ميه. الجسم ساعات ما بيبقاش عارف هو عطشان ولا جعان، بيخلط ما بين الشعورين. ف فانتوا لما تحسوا بالجوع اشربوا ميه. ساعتها لو انتوا فعلا جعانين هتفضلوا جعانين، لو لا هيبقى خلاص اول ما شربتوا ميه اول ما الجسم مبقاش محتاج اكل. وحاولوا كمان ان انتوا قبل ما تاكلوا تشربوا ميه. الميه بتساعد على الحرق في الجسم كويس جدا. شرب الميه مهم جدا جدا جدا. تاني حاجه، الحركه بركه. يعني ايه؟ يعني حاول ان احنا نتحرك، مبقاش ننزل جيم ونلعب رياضه تكون قويه في كل ده، بس بقول على الاقل حاجه نلعب رياضه في البيت، رياضه بسيطه 5 دقايق 6 دقايق. ما بحبش الرياضه، نمشي. نحاول ان احنا نمشي، ما بحبش المشي. نطلع مثلا السلالم وننزلها، حتى يعني لو سلم بيتنا عادي نطلع وننزل. نتحرك، نفضل نتحرك في البيت، ما نقعدش كتير. الحركه برضه طول ما احنا بنحرك جسمنا طول ما جسمنا هيكون بيحرق، طول ما هو هيكون بيهضم كتير ومش في حاله كده من اللي هو السكون. فالحركه بركه. بعد كده النوم. لما الانسان بينام بدري ومش بينام متاخر، ده بيسبب ايه؟ بيسبب ان هرمون الشبع هو اللي بيتفرز اكتر، وهرمون الجوع مش بيتفرز. يعني احنا لو سهرنا، لو خدنا بالنا واحنا سهرانين بنكون جعانين عايزين ناكل، مع ان ممكن نكون لسه واكلين بس احنا عايزين ناكل. لان طول ما احنا سهرانين طول ما الجسم عايز ياكل، وطول ما هرمون الجوع هو اللي عمال يتفرز في الجسم. لما بننام بيتفرز اكتر هرمون الشبع، فهرمون الجوع مش بيتفرز. فبليز ننام بدري، وكمان ننام وقت، يعني النوم يكون كافي من 8 ل 9 ساعات. بيكون ده وقت كويس جدا، برضو بيعزز هرمون الشبع. بعد كده عندنا النقطة دي أنا قلتها في كذا فيديو قبل كده. أي حد عايز يخس حتى لو ماشي على دايت، حاول إن أنت تنهي يومك ببروتين. البروتين لما بننهي بيه يومنا، البروتين بياخد وقت في الهضم، فأول حاجة بيحسسنا بالشبع. كمان البروتين هو مصدر حيواني بيتهضم في وقت كبير، بيعزز الطاقة عندنا، بيعزز العضلات، وبياخد وقت في الهضم، وبيحرق لنا كمان واحنا نايمين. يعني واحنا نايمين بيكون الجسم بيحرق بسبب البروتين اللي احنا واكلينه. فحاولوا ان اخر حاجة تاكلوها قبل ما تناموا بساعتين تكون بروتين، ده هيساعدكم جامد ان انتوا تحرقوا. بعد كده الفطار. الفطار وجبة مهمة جدا جدا جدا. في ناس كتيرة جدا يعني بتتفزلك وبتعمل نفسها فرحوشة وتقول انا ما بفطرش. الفطار وجبة مهمة، لازم ان الانسان يفطر. وحاجة تانية كمان، حاولوا ان يكون الفطار مجمع كل احتياجاتكم، يعني في بروتين، في كارب، ويكون كمان في خضار. كل دي حاجات مهمة جدا، هتحسسكم اولا بالشبع، ثانيا هتاخد وقت في الهضم، ثالثا الخضار فيه الياف فهيساعد في ان انتوا تحرقوا كويس وتشبعوا كمان لوقت اكتر بكتير. فالفطار وجبة مهمة جدا. بعد كده نقلل السكر الابيض والمشروبات الغازيه. السكر الابيض اول ما بيخش الجسم على طول بيحوله لدهون، هو مش بيتحول لاي حاجه تانية غير الدهون. فخلينا كده واخدين بالنا ان انا وانا باكل او سوري بحط 3 معالق سكر، انا بحط 3 معالق دهون. المشروبات الغازيه بقى، المشروبات الغازيه بتحسسكم على طول بالجوع. تعالوا كده نشرب حاجه ساقعه وبعد كده نشوف ايه اللي هيجرى. هيكون الجسم حاسس ان هو جعان، انا عايز اكل. ليه؟ دخلوا سكر كتير، فالانسولين طلع اشتغل في الجسم جامد، بقى في انسولين في الدم فمحسسكم بالجوع. فلذلك بلاش مشروبات غازيه. بدل المشروبات الغازيه نشرب ميه. الميه افيد بكتير. كمان المشروبات الغازيه ليها تاثيرات تانية كتيره جدا على الجسم غير موضوع التخسيس والجوع والشبع وكل ده. فبلاش السكر وبلاش المشروبات الغازيه. زودوا الياف على قد ما تقدروا في اكلكم. الالياف دي يعني نفسي ان شاء الله في مره هعمل فيديو واتكلم فيه بس عن الالياف واهميه الالياف في جسمنا. الالياف دي يعني سحر. بس في الفيديو ده هقول لكم ان هي بتاخد وقت في الهضم، فبالتالي بتحسسكم بالشبع لوقت كبير، وبتكون مفيده جدا جدا في التخسيس. فحاولوا ان انتوا تزودوا الياف. الياف دي اللي هي خضار او فاكهه، فمثلا سلطات، ناكل فاكهه. الحاجات دي كلها فيها الياف هتكون مفيده جدا لينا. نقطة مهمة جدا، ان احنا ناكل بالراحة ونمضغ كويس. اوكي،
دلوقتي بناكل بسرعة جدا ومش بننضف كويس، فبالتالي احنا عمالين نبلع وعمالين ناكل. المخ بيحتاج 20 دقيقة عشان يحس بالشبع. يعني واحنا بناكل المخ عشان خاطر يترجم ويقول انا شبعت محتاج 20 دقيقة. فلو انا خلصت اكلي وال20 دقيقة لسه ما خلصوش، انا هحس ان انا ماكلتش، هحس ان انا جعان. فبالتالي لازم ان احنا ننضف كويس وناكل ببطء. وكمان لما انت بتنضف كويس انت مش بتتعب اعضائك في ان هي تهضم، لان انت لما البق ده معمول فيه اسنان وضروس وكل ده عشان خاطر يفرموا الاكل كويس جدا وينزلوا فيقللوا، او يعني المعده والامعاء وكل الحاجات دي ما تعملش مجهود زياده يعني المفروض ان هي تعمله عشان خاطر حضرتك ما تاكلش كويس. فلا، ما ترهقش اعضائك. لازم اعضائك تكون بتعمل شغلها بس مش بتعمل زياده عنه. فننضف كويس. بعد كده هنصغر حجم الاطباق على قد ما نقدر، ما يكونش طبق كبير. هنصغر حجم الاطباق. وحاجه تانية، حاولوا ان انتوا الوجبات الكبيره زي مثلا لو بناكل في العشاء كارب او بناكل بنتغدى مثلا، الحاجات دي يكون اخر وجبه من 7 ل 8. دي اخر وجبه انا اكلتها، اخر كارب دخل جسمي. خليها كمان الساعه 7 ده اخر كارب دخل جسمي، بعد كده مفيش كارب تاني. دي حاجه هتساعدكم جامد جدا على التخسيس. انا بقولها لكم عن تجربه. لما الانسان بياكل بدري وبيوقف الكارب مثلا على 7 كويس قوي. 7 وقفت كارب، الجسم بيبدا ان هو بعد كده بيحرق، بيهضم اكتر وبيساعد اكتر على التخسيس. بعد كده اخر نقطه، غلطة كلنا حرفيا بنعملها، ان واحنا بناكل بنكون بنتفرج على حاجة، بنتفرج على فيديوهات، بنتفرج على تلفزيون. هنا بيكون المخ مش واخد باله ان هو بياكل. يعني لو انا قاعد اتفرج على حاجة والحاجة دي مهمة ولافته انتباهي، هبقى انا قاعد باكل واتفرج على الحاجة دي، بقى انا نفسي خلصت، مخي ما خدش باله اصلا ان انا كنت باكل. فبالتالي هفضل حاسس بالجوع، مش هحس بالشبع. فلما نيجي ناكل ما نتفرجش على حاجة، احنا بناكل مركزين في الاكل عشان المخ يركز في الاكل ويحس بالشبع باكتر وقت ممكن، وما تحسوش بعديها ان انتوا جعانين وان انتوا عايزين تاكلوا تاني. وبلاش الشوكولاتات والحاجات دي على قد ما نقدر. نحاول ان الاكل يكون هيلثي على قد ما نقدر. نقطه كمان، المشروبات. كنت عامله فيديو عن مشروبات بتساعد على التخسيس، ممكن تبقوا ترجعوا له، هتقولوا في الديسكريبشن بوكس. بس هقول لكم كمان ان الديتوكس من الحاجات اللي بتساعد جدا على التخسيس وبتساعد جدا جدا على نظافه ونضاره الجسم. بس ده كان فيديو النهارده، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله يكون فاتكم، وان شاء الله تخسوا.